برج العذراء. برج العذراء من الأبراج الترابية، من الأبراج الناعمة الدبلوماسية، من الأبراج اللي بتحب تكبر دماغها، من الأبراج اللي في فترة من الفترات، أول ما في فترة المراهقة والعشرينات في أول شبابها بتبقى عاطفية جدا جدا ورومانسية وحالمة جدا، سواء ولد أو بنت. بيبقوا حالمين وبيبقوا رومانسيتهم عالية قوي 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 وكلاسيك جدا وهادية ولطيفة جدا 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 جدا. لكن مع الوقت أول ما بيتخطوا مرحلة معينة بيبدأ كل الرومانسية دي تتحول لمادية عملية بحتة. بمعنى ايه؟ تحمل المسؤولية والذات بيفقدوا النظر الأمور الرومانسية دي، بتبدأ تبقى جواهم بس ويخبوها، لكن ما بيتعاملوش بيها في أغلب أمورهم وفي حياتهم. برج العذراء برج ذكي جدا، برج دبلوماسي جدا جدا جدا. انا بسميه من الابراج الشيك، من الابراج اللي بتعرف تتكلم، من الابراج اللي تعرف تسمعك اللي انت حابب تسمعه. برج العذراء من الابراج الساخره قوي، من الابراج اللي بتعرف تخطط تخطيطات حلوه جدا جدا للي قدامها اكتر من لنفسها. بتعرف تخطط حلوه قوي. آه، برج العذراء من بعض النقاط اللي تعمل كده سبب مشاكل شويه، ان هو ايه، ممكن بعد ما يتفق معاك ان هو مثلا جاي او يديك مثلا اتفقوا على ميعاد ولا حاجه، ما يجيش او يجي متاخر قوي بعد الميعاد بفتره كده. ده في العلاقات الشخصيه مش في الشغل. الشغل حاجه تانية والعلاقات العمليه ما فيهاش الكلام ده. لكن بتكلم مع دماغه اللي هو مدام امر اقدر اعديه بعديه عادي. جاله مثلا حاجه تانية شغلته عن الميعاد اللي انتوا كنتوا متفقين عليه، ان احنا نطلع حفله، هنروح زياره، هنعمل كذا، نتاخر. معلش يا عم، انا جاي في السكه اهو. جاي في السكه بتاعته دي ممكن تبقى ساعه ساعتين ثلاثه، ممكن والله توصل 3 ساعات، ما عندوش مشكله خالص. ولما يجي المفروض ايه، انت تفرح بمجيته، فانت ما تعتمدش ايه المشكله. فمجرد لما تلاقيه داخل عليك بتستقبله بابتسامه، بيستقبلك بابتسامه مبسوط، مش هتعرف تتعصب عليه لانك انت بتحبه. بيعرف يسرق القلوب. برج العذراء بيعرف يسرق القلوب كويس قوي. ليه بيعرف يسرق القلوب؟ لان حضوره هادي، حضوره هادي ولطيف ودبلوماسي. ولما بيكون في مكان بيبقى سهل ان هو قوي يتطوع او يتطبع بتكييفة المكان، باستخدامه للهدوء وباستخدامه للكلام اللطيف المحبوب. فبيبقى برج من الابراج المحببة الى القلب. برج العذراء بيعرف يدعم كويس قوي 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 اللي معاه في شغل او في اي مجال. بيعرف يديله حاجه اسمها دفعه، بوشنج، دفعه كده وحماس، يحمسه، يخليه يعمل. لو هو مثلا هبطان شويه او ما يقول لا انت تقدر، لا انت بتقدر تعمل، لا انت شاطر، ويقولها له بحماسه بجد. فبناء عليه الطرف الثاني بيعرف فعلا بيتفاعل مع حماسه ده او مع تشجيعه وبيستجيب، لانه بيحس ان هو بيشجعه بحب وبيشجعه باخلاص وبضمير عشان هو حبه. لكن لو ما حبكش كبر دماغه، مش تفرق معاه. واسهل حاجه عليه انه ياخد بعضه ويدور دماغه ويمشي. يعني لو انت اسأت ليه او زعلته مش شرط ان هو يردها لك، مش شرط، الا لو جيت عند الخطوط الحمراء وجيت في منطقه الخطر، ان انت تحاول بقى في حته خطر بقى، في منطقه الزوم بتاعته دي بتبقى صعبه قوي. فبيقوم يعمل ايه؟ يسيبك ويمشي. وبعدين برج العذراء من الابراج اللي بتستهون بالخطر. مادام الخطر او بعض الامور اللي ممكن تبقى بعيدة عني وبعيدة عن دايرتي، يعني انت هتيجي كلام هتأذيني بالكلام، هتشوه، هتعمل، مش مشكلة، مش فارق معايا، انا ما بيهمنيش. ما بيهمهاش كلام الناس قوي. اه حقيقي برج العذراء من الابراج اللي ما بيهمهاش كلام الناس قوي. المهم صورتها مع نفسها قدام نفسها، والمهم هي معتقدة ومبسوطة بايه بتعمله. فمش فارق معاها حاجة، ما يفرقش معاها ليها غير اللي يبسطها. ما دام انا مبسوطة ومش ضراك، يعني مش بضرك، يبقى انت زعلان ليه؟ متضايق ليه؟ هو برج نظامي جدا جدا، بيحب النظام كعادة الأبراج الترابية لأن هو برج ترابي. آه بتاع التفاصيل، بيلم تفاصيل. الفرق ما بينه وما بين الجدي إن الجدي برضو بيلم التفاصيل، بس العذراء بيلم التفاصيل بصورة ناقدة أكتر، بعين النقد أكتر من الجدي، علشان يشوف زي ما بيقولوا كده الخازوق فين.
مش بيلم التفاصيل عشان يجمع معلومة، لا، عشان يشوف مواطن الضعف فين، وعلشان يشوف الحيلة والكذب جاي منين. هو والجدي مشتركين في الحتة دي، بس العذراء بياخدها على الهادي اكتر، ما بياخدش حاجة على اعصابه. العذراء هياخد البيانات بتاعته ومش هيقولها، بس هيعرف يتعامل بيها، عارف طبيعتك فهيتعامل بيها. فالعذراء متفوق قوي 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 في الحته دي، ان هو هيعرف عيوبك وهيعرف نقط قوتك وهيعرف انت بتحب ايه وبتكره ايه، وهيعرف يتعامل معاك من الناحيه دي. وكويس قوي، عشان كده بقول ان هو برج بيعرف يسرق القلوب، بيتميز باللطف، لطيف جدا. برج في منتهى اللطف في القعده معاه وفي احتوائه للاخر، وبيسمع كويس قوي، ما بيسبقش في الكلام، بيسمع اكتر ما بيتكلم، علشان كده بيجمع تفاصيل اكتر. وعلشان كده هو آه، حضوره بيبقى هادي مريح لانه بيسمعك. فانت كل واحد فينا بيبقى يحب اللي يسمعه اكتر من اللي يتكلم. فبياخد القلب والعقل، وبتحبه انه يبقى رفيق ملاصق ليك في مشوار حياتك، لانه بيبقى داعم كويس جدا، وبيبقى لو حبك من قلبه هيحطك في مكانة ثابتة، مش هتتغير مهما حصل، مهما اختلفتوا، مهما زعلتوا، مهما الدنيا بعدت بيكوا، هيفضل فاكر لك الحلو، هيفضل فاكر لك الحلو. وعنده القدرة ان هو يتغاضى عن الوحش وما يقفش عليه ويحبكها، هيبلع وهيعدي، الا اذا جيت عليه وجرحته واهنته، او حس ان هو غير مرغوب فيه. هو من الابراج الحساسه قوي، ان هو ما يحبش يبقى متواجد معاك وانت مش حابب حضوره. كل اللي هيعمله لو انت زعلان منه او غضبان، هيجي كل فتره كده يمسي عليك ويسال عليك ويكلمك مكالمه لطيفه جدا جدا. لو حس منك بالقبول والترحيب والموده، هيبقى موجود هيكمل. لو ما حسش بنفس الحفاوه والموده وان انت مهم عندك حضوره ووجوده، هيكبر دماغه وهيبقى برضه ايه، ما بيحبش يخسر حد. هو من الابراج اللي ما بتحبش تخسر حد. علاقاته الاجتماعيه متشعبه وعديده، وفي الاخر هو بيبقى مشغول، فعادي ممكن يروح مع اي طيار. يعني النهارده مثلا احمد موجود هنتكلم مبسوطين تمام، طب احمد اتشغل، لا مصطفى موجود وعايزني يعني بقى نتكلم ونقعد برضه، طب احمد دلوقتي عايز، طب انا دلوقتي مع مصطفى، طب معلش يا جماعه انا هقطع نفسي شويه كده وشويه كده، طب ما تيجوا نتجمع، طب ما تيجوا مش عارفه نعمل ايه. هو بيحب قعده المرح وقعده السمر، بيحب الصحبه الحلوه. اسرته عنده في حته برضه خاصه كعاده بعض الابراج المميزه قوي في حته الاسره دي، اللي انتمائها ليهم قويه جدا. بس لما بيحب حد بيحبه زي ما انا قلت وبيكمل معاه جامد قوي. وبرج كده انا بسميه البرج الشيك في كلامه، الانيق، متانق جدا في اسلوبه وفي حواره وفي حضوره، بيعتز بنفسه قوي وبيعتز بكرامته وبيعتز بحضوره. يعني لو انت حابب وجود برج العذراء، هتلاقيه موجود في اي وقت، هتكلمه هيرد عليك، هتحتاجه هتلاقيه في وقت الجد. لكن لو زهقان او متضايق او هتصدعه هو بيحب المرح على فكره، ما بيحبش النكد ابدا ابدا ابدا، مش برج نكدي خالص، الا اذا كان متداخل مع بعض الابراج التانية. انا بتكلم عن العذراء بس، خلينا واضحين عشان اوضح تاني. في كل برج بقول لما باجي اتكلم عن العذراء او اي برج تاني وحد جه كتب لي في التعليقات، انا مش كده خالص. لو انت ما لقيتش او انت ما لقيتيش الطاقه دي موجوده عندك، يبقى انت معاكي طاقه البرج الشمسي مش هو المؤثر، يبقى برجك القمري ايا كان نوعه ايه، حوت بقى، عقرب، سرطان، حمل، طور، جدي، ايا كان نوعه ايه، او البرج الصاعد، او هيكون في برج متكرر في الخريطه الفلكيه كتير، فبيبقى من هنا ان هو البرج ده هو اللي طاقته طاغيه حسب الطاقات الموجوده معاك. الخريطه الفلكيه لما بنيجي نقراها وبنشوفها، بنشوف معاها الطاقات الموجوده والابراج الموجوده من وقت الولاده. فمن هنا بنعرف طباع الشخص، لان ما ينفعش تيجي تقول لي ان برج العذراء مثلا كلهم متطابقين، لا طبعا، مستحيل، مفيش حد زي حد، والا كانت بصمه الصباع بتتكرر، هي تتشابه ولكن لا تتطابق، خلينا واضحين. وبرضو عايزين نقول ان بتفرق
لو مثلا برج العذراء طاقة ترابية، ممكن يكون مثلا لو ما فيش الصفات دي، هيكون في طاقة نارية مثلا. بص، ايه عصبي، هو برج العذراء عامة مش عصبي، عشان نبقى واضحين يعني. هو مش عصبي، مش بسهولة يتعصب العذراء لوحده. انا بتكلم عن العذراء بس. آه النساء فيه برضو لطيفة وحضورها خفيف وبتبقى برضو بتحب الجمال وبتحب الفرفشة، ما بتحبش النكد، ما بتحبش الدراما كتير، مش درامي خالص خالص خالص. ما ياخدش وقت يعني في النكد والدراما والحاجات دي كلها، لا لا لا، بيحب الدنيا تمشي، بيحب الدنيا تمشي. بيحب يمشي اموره جدا. ويحب الدنيا معاه ما توقفش وما توقفلوش على الواحده يعني. بياخد كل حاجه بضحك وسخريه، حتى لو جيت حاولت انك انت تحرجه، او انك انت يعني تضايقه او تتريق عليه، هتلاقيه بيضحك. حتى لو هو من جواه اتضايق، ولو من جواه اتنرفز، بس بيضحك. احرجته كسفته ياخدها بضحك، ما يمسككش نقطة ضعف عليه. الا لو قلت ادبك دي حاجة تانية. ساعتها هيرد عليك رد صعب، كعادة برضو الابراج الترابية. وبرج عنيد، برج عنيد جدا، بس العند بتاعه ما بيبانش على قد ما هو دبلوماسي والسياسي درجة أولى. برج سياسي جدا، لكن العند بتاعه اللي هو خد فكرة وحاجة في دماغه، هيهودك ويقول لك اوكي تمام مية مية والفكرة اللي في راسه مش هتتغير، بس مش هيظهر لك ده، ومش هيبان على وشه، مش بسهولة هيبان. لأنه بيعرف يبتسم زي ما أنا قلت، بيعرف ياخد الأمر بسخرية شديدة جدا ويضحك. ولو حس مثلا أنت مش مرحب بيه مثلا، أو مش بنفس الترحيب زي الأول كده، هتقوم أنت إيه، هيقوم يقول لك، يرد عليك مثلا يقول لك والله هي كده، هي بقت كده. أقول لك ماشي دلوقتي، وعادي خالص، ولا هتلاقيه تاني الا ما تدور عليه بقى او تبعت له، او بعد فتره لو حب ان هو يتواصل ويتودد اليك. برج العذراء من الابراج اللئيمه المكاره، ومن الابراج الفضوليه اللي تحب لما تجمع الاخبار. انا مش بقصد نقد، ما بقولش سلبيات في حد، بس هي دي طباع موجوده. برج العذراء لئيم شويه ومكر شويتين، وبيحب يجمع اكبر معلومات عشان يبقى عارف الدنيا حواليه ماشيه ازاي، ويحب يعرف كل واحد وصل لحد مرحلة ايه، فين وازاي، وها عشان يتعلم. وعلشان لو شاف مثلا سكة ناجحة وهدف ماشي، وهو هدف عايز يحققه لقى غيره حققه مثلا، طب يحب يعرف الأدوات، يحب يتعلم ويحب يعرف، ومش هيعز عليك معرفة. يعني هو لو يعرف حاجة وحبك، مش هيستخسر فيك معلومة أو نصيحة، أو يقولك اعمل ايه. كريم جدا جدا في سخائه في المعلومات، وان هو يعلمك. يعني هو مش بخيل في الحتة دي، مش بخيل خالص، بالعكس. هو هيعلمك وهو هيدفعك وهو يعني هيبقى مصدر دعم كويس ممتاز رائع للي حواليه. حتى لو حد ما يعرفوش. بالمناسبة برج العذراء من الأبراج العشرية جدا، بس بحدود، بتحفظ. يعرف كل حاجة ويتكلم في كل حاجة ومحبوب في كل حتة، ويحب يبقى خفيف خفيف، من الأبراج الخفيفة قوي. انا قعدت فتره كبيره جدا جدا ما بسجلش الابراج، ولكن اتطلب مني برج العذراء النهارده اثناء اللايف، فحبيت ان انا اسجل برج العذراء معاكم. ويبقى كده ايه، استوفينا تقريبا، ما قصرناش، كان فاضل العذراء. العذراء انا من كتر ما اتكلمت مع ليو، من كتر ما قلت عليه حاجات كتيره جدا جدا في لايفات كتير قوي، ما سجلتوش. عشان يمكن كل اللي بيحضروا معايا، اما بيجي حد يقرا الخريطه الفلكيه، فهو خد الجزئيه بتاعته لنفسه. آه بس كده، وسلام عليكم.